الفريق اول عبد الفتاح السيسي جزاه الله خيرا، ربنا يا رب بحق الايام المفترجه يجعل لنا وهو مقعدين في الفردوس الاعلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الراجل ده انا حاسس ان هو امن المصريين، وسبحان الله راجل يعني مسلم ملتزم. وطبعا التسريبات اللي بيعملوها ورز والاخوان دول مع الجزيره متحديين ونازلين عليه يعني كل شويه حاجه، مع ان انا ما اجي اسمع الشريط اللي هم بيقولوه احس ان الراجل بيتكلم كلام طبيعي. لكن انا بقى ايه، عدوك يتمنى لك الغلط. يعني مش هقول لك حبيبك بلع لك الغلط، لا، عدوك يتمنى لك الغلط. اي كلمه تحتمل معنيين ادخل على طول في المعنى السيء. الفريق عبد الفتاح السيسي انا قلنا قبل كده ان هو خطوته بانت قوي عليهم لما قال ان مصر مش هتنسى اللي وقف معاها، وبرده مش هتنسى اللي وقف ضدها. فبقت المسائل بقت واضحه قوي انها ضد تركيا وضد قطر. فالاموال نزلت وابتدت الاموال تغرق الدنيا عشان يقفوا ضد ترشيح عبد الفتاح السيسي. وابتدى بقى الامريكان يطلع، مش عارف الكاتب مين، من امتى بنبص للكاتب ده يقول لك احنا بنحذره ان مصر حمل تقيل وهذا القبيل. الاخوان معروف طبعا موقفهم، التصويرات له ان هو ارهابي او ان هو قاتل او ان هو مش عارف ايه، البذاءات اللي بيحطوها على الحيطان اللي لا تتناسب مع الاسلام في شيء بيحطوها على الحيطان. واحنا عارفين طبعا اسلوب الاخوان للاسف المؤسف ده المذري. الجديد في هذا الموضوع طبعا الجزيره وقطر مليانه بكل قوتها بيدفعوا في اتجاه عكس ترشح الفريق الاول عبد الفتاح السيسي. نبص بقى الجديد اللي انا بحذر منه، اللي انا بحاول احذرهم ان دول يعني الناس المفروض تعبوا معانا وكانوا يعني زملاء كتف وزملاء كفاح في الثوره الثانيه، اللي هم تمرد والشباب اللي هم بتاع حمدين صباحي. الاثنين دول قعدوا مع بعض قعده الجلسه دي بيحاولوا يوحدوا الصفوف. انا بس بحذر، يعني المفترض ان هم يوحدوا الصفوف عشان يبقى في قائمه يدخلوا بيها في انتخابات البرلمانيه. انا اعتقد ان قد يكون مخفي فيها ان في سبيل ذلك يكون هيبقى طبعا في غلبه شويه للتمرد، وفي نفس الوقت يكون ان يبقى لنا مرشح واحد، والمرشح الواحد طبعا بيرمي في اتجاه حمدين صباحي مع احترامي الشديد يعني لشخص الرجل. لكن انا بشوف ان المرحله اللي احنا فيها لا تتناسب الا مع واحد يكون قوي محبوب من الشعب من فئات كتيره. وانا ماليش علاقه طبعا باللي بيكرهوه، لان اللي بيكرهوه دول بيكرهوا نفسهم وهم بيكرهوا اصلا اللي حصل في الثوره. فبالتالي انا بس بحذرهم ما تخسروش الناس، لان الناس بيحبوا الراجل ده. ما تخسروش الناس، لان الراجل ده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى مأيده بنصر من عنده. لان انتوا لو بصيتوا كده في السيناريو بتاع خروج الاخوان من الحكم مش هتلاقوا لها مفيش ثغره، مفيش اي سيناريو يحصل يقول لك ان الاخوان هيطلع لك. ربنا طلعهم بايد مين؟ بايد السيسي، اللي هم برضه كانوا بيستبعدوا خالص ان هو يعملها. ربنا سبحانه وتعالى نصر القضيه بتاعتنا وانهى حكم الاخوان بهذا الرجل. بقى جت مظبوطه جت مش مظبوطه، دي اراده ربنا سبحانه وتعالى. وان شاء الله ان شاء الله رغم ان كل دول واقفين ضد السيسي، لكن ربنا ان شاء الله هينصره، لان معظم الشعب بيحب الراجل ده. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يا رب يجعله يرشح نفسه، وباذن الله تعالى ترتفع مصر وتاخد نهضتها القويه فعلا، مش النهضه بتاعت الاخوان، النهضه القويه فعلا، وتبقى الرياده بتاعتها مع الفريق اول عبد الفتاح السيسي رغم كل اللي واقفين ضده.